كتار من الوظائف اليوم بخدها ال AI بحدود 44 وظيفة بيقدر ال AI يعملها ويعملها أفضل من البشر. كتار ناس اللي ما بيعرفوا يبنوا علاقات اجتماعية بيبنوا علاقات اجتماعية مع ال AI، علاقات حب، علاقات رومانسية، اللي بيكون ال AI agent كشخص يتعاملوا معه بشكل عاطفي، يسدوا فيه فراغ عاطفي في حياتهم. هذا كان كتاب أبي، فكان دائما لما أحمله يعني أتذكر أنه لحياة الوالد، رغم أنه الوالد ما كان دارس ومخلص مدرسة، ولكن حبه للتعليم هو الشيء اللي ورثني إياه. ما ورثني بيوت، ما ورثني فلوس، ما ورثني أرض، ولكن ورثني حب التعليم، وورثني القاموس اللي فتح لي أبواب كثير في حياتي. مرحبا، معكم نريمان. ضيفي أمام الكاميرا لليوم هو الدكتور جميل خضر. هو باحث فلسطيني أمريكي في الأدب الإنجليزي والنظرية الثقافية. يشتغل على قضايا ما بعد الاستعمار والنسوية والنقد الماركسي والتحليل النفسي، ويربط بين الثقافة والسلطة والاستعمار. حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية بنسلفانيا، ودرس في في عدة جامعات في الولايات المتحدة وتركيا، وتولى عمادة البحث العلمي في جامعة بيت لحم لمدة 10 سنوات، حيث قاد مبادرات لتعزيز البحث الأكاديمي رغم التحديات السياسية. يشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في قسم اللغة الإنجليزية، وله عدة أبحاث ومؤلفات أكاديمية ومقالات سياسية مؤثرة تربط النظرية بقضايا العدالة والتحرر. وحالياً هو أستاذ مشارك في جامعة بيثن كوكمان يونيفرسيتي في أمريكا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل، ضيف عزيز على برنامجنا نون كاست أمام الكاميرا. أستاذ جميل، بدي أرجع أنا وإنت يعني شوي سنين لورا، بدنا نروح لأيام الطفولة، مسقط رأسك. ممكن تحكي لنا شوي عن جميل خضر الطفل؟ شكرا على استضافتي في برنامج نون كاست أمام الكاميرا. سعيد جدا بلقائك وبالمشاركة بهذه الحلقة. أنا انولدت في قرية اسمها الفريديس في قضاء حيفا، قريبة جدا من البحر المتوسط. طفولتي كانت كيف بتذكرها يعني كانت دائما جميل مع الكتاب، جميل مع مسؤوليات كثيرة. أنا الكبير في العيلة، عندي 6 إخوة وأخوات 2، فدائما كانت المسؤولية علي أنا أساعد الوالدة وأساعد الوالد. فيعني بديت في الشغل على أساس إنه يعني إحنا وضعنا كان عادي، عائلي بسيطة. إنه طلعت أشتغل وأنا بعمر 12 سنة في الحقول بجانب الفريديس، يعني على أساس إنه أساعد العيلة. فكان هذا الشيء غرس فيه قيم أساسية ومهمة، خاصة المسؤولية، تحمل المسؤولية. فكان دائما يعني وين ما رحنا، وين ما كنت، أنا كنت دائما المسؤول عن أخوتي. طبعا في طفولتي الشيء اللي كان دائما مركز حديث في العائلة هو حبه للكتب. يعني أنا بحب الكتب من أنا صغير. حياة الوالد كان عنده كتب بسيطة هيك، روايات، قاموس إنجليزي. فيوم أنا بفحص هالجارور هيك ولقيت الكتب اللي موجودة فيها وبديت أقرأ وبشغف. فكنت دائما يعني هاي شغلة اللي ضلت معاي في طفولتي كلياتها. عندنا في قريتنا في الفريديس لما كنت في الابتدائية والإعدادية ما كان في عنا لسه مدرسة ثانوية في الفريديس، كانت قرية صغيرة ولسه المدارس مش متطورة فيها يعني.
فمعظم أو كل الطلاب، الأجيال السابقة وجيلي أنا لحد يعني لاحقا درسوا في حيفا. في كانت مدرستين مشهورات، الكلية الأرثوذكسية العربية في حيفا ومدرسة رهبات الناصرة. فأنا من الطلاب اللي التحقوا في الكلية الأرثوذكسية العربية، وطبعا كنت أسافر كل يوم من الفريديس لحيفا في الباص، وكنت أحاول أوفر كتير من المصاريف اللي كان يعطيني إياها الوالد، على أساس في نهاية الأسبوع أروح على وادي النسناس في حيفا في مكتبي كانت موجودة هناك وأشتري كتاب. يعني هاي شيء مهم جدا في حياتي في طفولتي كلها. فدائما أنا مع الكتب، دائما مع الكتابة، بحب الكتابة من أنا صغير جدا. يعني كنت أحب الرسم كتير كمان، كنت أرسم. حتى واحدة من لوحاتي قدمت في معرض، في ناس كانوا يزورونا من متحف في حيفا، وحبوا الصور اللي كنت أرسمها وأخذوها. كنت أرسم بالفحم. ولكن هاي كان شغفي أكتر في القراءة وفي النقد. كنت يعني كان من وأنا صغير جدا كانوا أهلي يحكوا لي إنه بدك تصير أنت محامي. كانوا يحبوا إنه أنا بدي أصير محامي لأنه بحكي كتير. ولكن أنا ما كان عندي أي مانع طبعا. يعني كان شغفي كتير في الفنون وفي الكتب، وبتذكر يعني حياة الوالد شاف كيف أنا بحب الرسومات، فاشترى لي علبة ألوان مع فراشي وكله دفتر رسم، اللي فعلا يعني شجعني. بتذكر كيف كنت أقعد وأرسم الرسومات هاي اللي بدي إياها. فكان عندي شغف في الفنون وفي الكتب وفي القراءة من صغر جدا. يعني بالرغم من إنه يعني حياة الوالد والوالدة ما كملوا تعليمهم، ولكن كان يعني تشجيعهم لإلي دائم في هذا الموضوع. أول كتاب وفرت له عشان أشتريه كان مش في الثانوية بن حيفا، كان في قريتي في الفريديس. بتذكر كان في سلسلة كتب مصرية عن محقق طفل اسمه تختخ. قديش كان عمرك وقتها؟ بجوز 8 أو 10 هيك بفكر. يعني لأنه بتذكر المكتبة كانت لساتها في بداياتها، فكنت دائما يعني في الفلوس اللي كنت أقدر أحوشها وأوفرها كنت أروح وأشتري الكتب اللي موجودة هناك. فبتذكر كانت سلسلة الكتب هاي كنت معجب فيها جدا. كنت أحب الكتب المحققين الشرطة البوليسية هاي. فكانت بفكر هي كانت روايات صغيرة هيك بس ممتعة جدا وشيقة، لأنه كان فيها دائما تعرف البازل إنك تحاول تكتشفي مين اللي قام في العملية أو في الجريمة أو إلى آخره. فكان بفكر كانت يعني إذا تسعفني الذاكرة بفكر هي كانت أول كتب كنت أشتريها من خلال توفيري أنا الخاص يعني. طيب بالنسبة للغة الإنجليزية، يعني قبل لا نروح للغة يعني كلغة أكاديمية في حياتك، إحنا بدي أعرف أول كتاب إنجليزي بدأت في قراءته، وقديش كان عمرك وقتها؟ هذا يعني سؤال كتير منيح وبشكرك عليه، لأنه طبعا بيرجعني لشغلات مهمة في حياتي وعلاقتي مع حياة الوالد. لأنه حياة الوالد بالرغم من أنه ما خلص تعليم يعني ولا خلص بفكر حتى إعدادي، لكن كان عنده حب أنه يتعلم. فكان يدرس في مؤسسة ليلية دروس إنجليزية حتى يقوي لغته فيها. واحدة من الأشياء اللي اكتشفتها كانت قاموس الإنجليزي اللي كان مشتري. كان عنده بعض الروايات الموجودة هناك. أنا بطلع يعني بين الكتب هاي، شفت القاموس هيك كتاب بتذكر لونه يعني أخضر صغير مربع هيك أو مستطيل. فتحته بدأت أقرأ فيه أتهجى فيه، وبطل يفرق القاموس إيدي. كان يضله
معاي طول الوقت، فكنت دائما أقرأ فيه قراءة بس هيك عيد الكلمات قراءة كلمات. كان كتير يعني مهم بحياتي، لأنه مش بس بنالي الشغف في الإنجليزي، ولكن كمان له يعني صلة روحانية إذا بتحبي مع حياة الوالد. يعني إنه بدت الشغف في اللغة عن طريق كتاب اللي كان بحوزة حياة أبوي، فإلها يعني معنى كمان شخصي كتير بالنسبة لي. ممكن نعرف أكثر عن هاي القصة؟ كيف يعني علاقة روحانية أكثر؟ يعني بتعرفي أنت يعني الكتاب كان عندي موجود بإيدي، ولكن هذا كان كتاب أبي، فكان دائما لما أحمله يعني أتذكر أنه لحياة الوالد، رغم أنه الوالد ما كان يعني دارس ومخلص مدرسة، ولكن يعني حسيت أنه حبه للتعليم هو الشيء اللي ورثني إياه، أعطاني إياه. ما ورثني بيوت، ما ورثني فلوس، ما ورثني أرض، ولكن نعم. ورثني حب التعليم، وورثني القاموس اللي فتح لي أبواب كتير في حياتي. طب أنت كنت باللحظة اللي أنت بتفتح فيها القاموس تقرأ منه بتتعلم منه، كنت مدرك إن الإنجليزية حتكون طريقك للحياة؟ محتمل في البداية لا، ولكن بتذكر في رحلة من الرحلات لما كنت في أمريكا ورجعت للبلاد أزور أهلي، زميل إلي، حياة رشيد، بتنادي علي، قل لي جميل يا خالتي تعال لهون. خالتي كيف حالك، شو أخبارك؟ بتقول لي تعرف إشي، أنت من وانت صغير حكيت لي شغلي وفعلا صارت معك. بقول لها إيش صار خالتي؟ مش متذكر. بتقول لي وانت عمرك 8 سنين كنت مع رشيد، جيت حكيت لي قلت لي أنا رح أكون بروفيسور إنجليزي لما أكبر. هي بتتذكر، بتقول لي وانت عمرك 8 سنين حكيت لها هاي الكلام. فكانت يعني فعلا مذهل بالنسبة لي، لأنه ما بحس إنه يعني قصة مختلقة ولا خيالية، بالعكس، لأنه بفكر كانت نابعة. أهلي زي ما حكيت لك إنه كانوا يحبوا بدهم يشوفوني كمحامي، طول الوقت تحكي يا جميل. حتى المصطلح اللي كانوا يستخدموه بتعرفي عن الفلاحين متلم العريس دائما تحكي. ولكن هي بتحكي لي يعني انت ولا عمرك حكيت لك تصير دكتور طبيب، ولكن كنت بدك تصير دكتور لغة إنجليزية. هاي كان شيء من وانا صغير يعني كنت حابب انه اكونه، وحققته الحمد لله يعني. طيب هلأ احنا قبل لا نطلع من محور الطفولة، انت حكيت لي انه في عندك هيك كم من قصة حبيت انك تتذكر فيها الوالدة. طب ممكن نعرفها قبل لا نطلع من هذا المحور؟ طبعا. يعني هي كمان هاي إلها صلة كتير خاصة بالنسبة لي مع حياة أمي، يعني زي صلتي بالكتب مع حياة أبوي. لما درست إنجليزي في الجامعة وكنت أقعد أقرأ، أطالع، أدرس، كنت أحب أضلني أقرأ بصوت عالي على أساس أنه أسمع إيش اللي بقرأه وأحسن من لغتي في اللفظ. فحياة أمي كانت تعمل حالها نايمة هيك مستلقي بجنبي، يعني هاي أوقف تكون حكت لي جميل كمل قراءة، بدي أسمعك تقرأ. أنا مش فاهمة عليك بس بدي أسمعك تقرأ. فكانت ضل هاي كتير يعني شيء مهم بحياتي. والإشي الثاني كان يعني قبل ما أطلع من البلاد كنت دائما أكتب في جريدة كل العرب، وكان يطلع المقال تبع أيام الجمعة. فحياة الوالد تيجي تصحيني يوم الجمعة مع فنجان قهوة عربية والجريدة، وتقول لي هاي المقال تبعك طلع إياها صورتك، اقرأ لي المقال شو كتبت. فهذا الشيء كان يضل دائما يعني بالنسبة لي زي حافز داخلي نفسي اللي شجعني على الكتابة، لأنه كنت أربط الكتابة والنشر في فنجان قهوة أمي يعني. فهذا كمان يعني الشغل اللي كانت عاطفية بالنسبة لي ومهم بحياتي. حتى يعني لما بديت الشغل في جامعة بيت لحم كتبت مقال وين فنجان قهوتك، حاول تلاقي فنجان قهوتك اللي يعطيك الحافز انك تدور على الهدف في حياتك وتحقيقه. هو مش بس انه الواحد يعني عنده الاهداف بتكون بشكل واعي، ولكن اهداف بتكون بشكل لا واعي.
شيء انت حبيته او اثر فيك في طفولتك او في حياتك مع امك، مع ابوك، مع اخوتك، اللي بيعطيك هذا الحافز انك تتطور في حياتك اكثر كمان. صحيح. بدي أسألك أستاذ جميل، أنت وين أنهيت دراستك؟ انا خلصت الماجستير البي اي والماجستير البكالوريوس والماجستير في جامعة حيفا، وخلصت الدكتوراه في جامعة ولاية بنسلفانيا في أمريكا. نعم. ودرست أنت في بعد هيك رجعت للبلاد ودرست في جامعة بيت لحم. ممكن صحيح. نعرف أكثر عن هذا الموضوع؟ نعم. في الأول طبعا أنا لما خلصت البكالوريوس في الإنجليزي وكنت أعمل الماجستير، كنت أدرس في قريتي في الفريديس، وقرية مجاورة لنا اسمها جسر الزرقاء. نعم. فيعني أنا لما برجع على البلد، الشباب والصبايا يعني اليوم هم أجداد بنادوا علي أستاذ جميل، لأنه بتذكروا السنين اللي علمتهم إياها. فأنا كنت يعني أتطوع في التعليم من أنا عمري 16، لأن كنت أحب الإنجليزي من أنا صغير، فكنت أروح على المدارس ويعطوني مجال إنه أعلم الحصص لما بيكون الأستاذ غايب. نعم. في الإنجليزي. فهذا كمان شجعني أكتر على الانخراط في التعليم الإنجليزي والكتابة وإلى آخره. وبعد هيك أنت انتقلت إلى أمريكا، كملت في أمريكا؟ نعم، انتقلت لأمريكا. بعد ما خلصت الماجستير حصلت على منحة فولبرايت عن طريق نعم. السفارة الأمريكية في الداخل، وساعدوني طبعا أنه أطلع على جامعة ولاية بنسلفانيا بين ستيت يونيفرسيتي، وخلصت هناك الدكتوراه. وبعد ما خلصت الدكتوراه اشتغلت 2 سنين في تركيا في أنقرة في جامعة اسمها بلكنت، لأنه ما كان لي مسموح أكون في أمريكا 2 سنين، رغم أنه زوجتي أمريكية وبناتي بذاك الوقت 2 جميلة ماريا وألانا جولي عندهم يعني هويات أمريكية وباسبورتات أمريكية. بس لأنه أنا اجيت على منحة من الحكومة الأمريكية، كان J1 فيزا، هاي كنت لازم تطلع من البلاد 2 سنين. فاشتغلت في أنقرة في بلكنت 2 سنين زمان، وبعدها قدمت لطلب وظائف في جامعات أمريكية، وحصلت على عرض من جامعة اسمها ستاتسون في فلوريدا في مدينة اسمها ديلاند، ودرست هناك 13 سنة. يعني أنت درست طلاب عرب ودرست طلاب أجانب. في فرق بين الطالب العربي والطالب في أمريكا؟ ما في فرق. عندنا الطلاب والإنسان عنده قدراته الداخلية، عنده البوتنشل اللي موجود عنده، اللي بحاجة إنه نقدر نشتغل معاه على تحقيقه. يعني اليوم عندنا كأستاذ وكباحث إنسان مهتم جدا في تطوير المهارات الطلاب وخلق مجالات وفتح مجالات حتى أمامهم لتطوير أنفسهم. في التحديات اللي موجودة اليوم يعني لازم نفكر في طرق جديدة على أساس إنه نجذب الطالب ونقدر نشتغل معهم على تطوير طاقاتهم اللي موجودة عندهم. اللي أنا يعني علمت طلاب عرب، علمت طلاب في تركيا، علمت طلاب أمريكيين، بيض وسود، كبار بالعمر، صغار في العمر. عندي تجربة مع كتار فئات من الطلبة. التحديات متشابهة موجودة، لأنه كلياتنا موجودين اليوم في إطار رأس مالي عالمي اللي بيأثر في كيفية التعليم، وبيأثر في طريقة التعليم، وبيأثر في كيف إنه الطلاب يعني مش بس في طريقة دراستهم، ولكن في طريقة إنه الأستاذ كيف يحاضر، كيف يلقي المحاضرات. نعم. فيعني التحديات عالمية اللي شفته في الفريديس، شفته في ديلاند، شفته في دaytona، شفته في أنقرة، شفته في بلكنت، شفته في الجامعات التانية اللي زرتها وعلمت فيها يعني دروس كنت كبروفيسور زائر. تحديات متشابهة في كل العالم. طالبنا العربي لا يختلف عن أي طالب في الدنيا. احنا بحاجة انه نفهم التحديات الموجودة، الاشياء اللي بتعيق على الطالب انه يطور طاقاته، ونحاول نفتح امامه
طرق جديدة اللي يقدر يطور فيها نفسه. نعم. طب بدي أسألك، بما أنه إحنا هلأ في سياق التدريس، ال AI أثر على الطلاب؟ طبعا. على الأساتذة، على الجامعة، كيف أثر؟ نعم، يعني سؤال التكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي ال AI بشكل خاص، يعني هو سؤال جديد لسؤال قديم، أو طريقة عرض جديدة لسؤال قديم اللي انفتح في وقت الإنترنت. لما الإنترنت طلعت، الشبكة العنكبوتية طلعت، كانت نفس المشاكل. كانت الناس تطلع على الإنترنت تنسخ مقالات موجودة من هناك وتقدمها كأنها أوراقهم. فكان النسخ والبلاجيريزم وكل هذا، السرقة الأدبية كان موجود، مو هو جديد. المشكلة إنه بعض الناس، لأنه هاي تحديات مهمة جدا، بحسوا إنه أفضل لهم إنهم يمنعوا الطالب من استخدام هاي التكنولوجيات. لكن هذا شو السبب؟ يعني أهون على الأستاذ إنه ما يعالج ويتعامل مع مشاكل يومية بالنسبة للاختلاس وإلى آخره والسرقة من هاي البرامج. ولكن أنا اللي بفكر فيه دائما إنه إحنا لازم نعلم الطلبة التفكير النقدي والاستعمال الناقد لل AI. أنا بسمح للطلاب باستخدام ال AI، ولكن تحت ظروف أو إرشادات محددة. مثلا أول ما بديت أتعلم في الجامعة اللي أنا فيها اليوم، كان التعليم كله asynchronous أونلاين، ما كنت أشوف الطلاب. فأول أسبوع بعد الطلب الوظيفة حسيت أنه كل الأجوبة كانت عن طريق ال AI. فمباشرة غيرت التعامل فيها. بنيت نوع من الورك شيت اللي تطلب من الطالب، مثلا بدل ما يأخذ سؤال يحلل فيه قصيدة معينة، كان عليهم أنهم يحطوا القصيدة في ال AI، يطلع جواب ال AI في عمود تاني، والعمود الثالث يكون تعليق الطالب على جواب ال AI باستخدام النص الأدبي نفسه، textual evidence، الإثباتات والنصوص من النص الأدبي نفسه، لا نقد جواب ال AI. ممكن إنه يوافق مع ال AI، ممكن ما يوافق مع ال AI. نعم. ولكن هدفه إنه يوضح ليش. فإحنا بحاجة إنه نطور مهارات النقد الأدبي عند الطالب، أو النقد بشكل عام، التفكير النقدي critical thinking. نعم. في التعامل مع ال AI، على أساس إنه اليوم العالم كله مبني عليها. وإحنا طبعاً مش بس يعني التفكير النقدي مش راح يكون فقط لاستخدام التكنولوجيا نفسها، ولكن نعم. راح يكون لطبيعة ال AI، لتبعيات استخدام ال AI على العالم. يعني اليوم بتعرفي أنت ال AI له أبعاد خطيرة، بيئية، سياسية، إنسانية. ال AI طبعا، يعني مثلا من ناحية البيئة، واحدة من الإشكاليات الموجودة الداتا سنترز، هاي من مراكز الداتا الموجودة، يعني بحاجة لتبريد. في المناطق اللي هي موجودة فيها بيستغلوا كتير من المياه اللي موجودة في المنطقة لتبريد المراكز هاي، على أساس أنه ما يحمى ويخرب أو بريك داون ولا آخره. فإله أبعاد. يعني كانت في البداية أنه يستخدم مياه كتيرة على أساس يبرد النظام. اليوم أخف شوي، ولكن لسه في له أبعاد كبيرة. من ناحية اجتماعية، كتار من الوظائف اليوم بخدها ال AI. في كتار بحدود 44 وظيفة أوكي اليوم بيقدر ال AI يعملها، ويعملها أفضل من البشر. فتخيل أنت عندك آلاف، عشرات الآلاف من الناس حوالين العالم اللي كانوا فيها وظيفة من هالنوع، اللي ال AI اليوم بأخذ محلهم. وين بدهم يروحوا العالم هاي؟ إيش بدها تعمل اللي كان صار له في وظيفة مثلا 20 سنة ولا 25 سنة قبل ما يتقاعد؟ صحيح. اليوم بحاجة إنه يترك الوظيفة، لأنه ال AI بيعملها إذا كانوا يدفعوا له $60,000 اليوم بيعملوها $60 في الشهر. صحيح.
اوكي، فله ابعاد كتير اجتماعيه، له ابعاد كتير صحيه. يعني اليوم واحد من الاشياء المزعجه بالنسبه للاي اي هو انه عندك كتار ناس اللي ما بيعرفوا يبنوا علاقات اجتماعيه، بيبنوا علاقات اجتماعيه مع الاي اي كعلاقات حب، علاقات رومانسيه، اللي بيكون الاي اي ايجنت عندهم كشخص يتعاملوا معه بشكل عاطفي، يسدوا فيه فراغ عاطفي في حياتهم. يعني الناس اللي بتستخدم اي اي ك سايكولوجيست، كعالم نفس. حتى في حادث صار يعني قبل فترة اللي الاي اي نصح شخص بالانتحار وانتحر الشاب لانه الاي اي حكى له انتحر. ف فعندك انت ابعاد هائله للاجتماعيه، ثقافيه، سياسيه. سياسيا اليوم لما تشتغلي انت على الاي اي بتحكي على قضيه تزوير مثلا التصويت، البالوتس في الانتخابات. اوكي، بتحكي عن الحرب. اوكي، كيف بيستخدموا اليوم الاي اي لاخراج او استخراج اسماء ناس للقتل. العماله بيصير مبني عليه كل الحروب هاي. يعني اليوم عندك شركات مثل بالانتير اللي عمالها بتمركز كل الوسائل السيرفيلانس في الدول العالم، في أمريكا، في شمال أمريكا إلى آخره، على أساس إنه يكون في سيطرة تامة على وضع الناس. فإله أبعاد خطيرة كبيرة، يعني مش بسيط ال AI. لما بتيجي لقضية الكتابة والتعليم كمان إله أبعاده. يعني إذا الطالب، واحدة من التقريرات اللي كتبها طلعت من اليو ان قبل فترة معينة، كانت حوالين يعني أي جيل ممكن نبدأ استخدام ال AI فيه. فبيقترحوا هم يعني إنه الأطفال دون سن 13 ممنوع يكون عندهم استخدام ال AI، بدك يكون فوق 14 وطالع، على أساس إنه يكون في نضج على الأقل بسيط لا استخدام ال AI. ف يعني هو تحدي كبير للمدرسين، للطلاب، للناس بشكل عام. كتار الناس بتستخدم ال AI يوميا في كتير شغلات، مش بس أعطيني مثلا وصفة أكل، أو بيعتمدوا عليه صار ال AI زي أكتر من زميل وحبيب ومرشد يعني بتتخيليش اليوم العالم كتير تغير من هاي الناحية. ولكن اللي احنا لازم نعمله انه نبني قدرات نقد أساسية عند الأفراد، على أساس انه نقدر نتعامل مع التكنولوجيا هاي، انه نقدر ننهيها. مش رح ننهيها. يعني في ناس اللي الشركات الكبيرة هاي مش رح تسمح، لأنه بعلاقتهم مع الحكومات رح يقدروا يكملوا الشغل تبعهم. مش رح تيجي حكومة وتحكي لهم احنا رحين نوقفوا هاي ونمنعكم من العمل فيها. انه على الأقل يحطوا ضوابط، يعني يحطوا ضوابط. مظبوط. بالضبط. طب بدي أسألك أستاذ جميل، يعني أنا بشكرك طبعا حكيت عن هذا الموضوع، وأنا كمان واحدة من الناس اللي عن جد عم بقلقني موضوع ال AI، لأنه بالفعل عم ياخد يعني وظائف الناس والعالم. وأنا سؤالي إلك كمان إنه برضو بدي أرجع لل AI، إنه الناس اللي قاعدة بتطلع من وظائفها، طيب يعني ما في رواتب بعد هيك. يعني شو رح نستفيد إحنا؟ يعني شو رح نستفيد من ال AI إذا كان هو موظف واحد عن 20 موظف طلعهم مثلا مدير الشركة؟ نعم. يعني هدول 20 موظف مش حيكونوا مثلا عائق للدولة لأنهم بدون شغل؟ طلع يعني مثلا في أمريكا بيعطوكي دعم unemployment benefits ل3 شهور مثلا. اوكي، ما بعرف في كندا ايش بالضبط بيعطوا للي انفصل عن العمل والى اخره، كم شهر بيقدروا يدفعوا لهم، ولكن محدود. بعدها بتكون مسؤولية الشخص. فالناس اليوم كم
شخص بنعرف بيقدر يوفره اليوم بالنظام الرأسمالي اللي احنا موجودين فيه. مين اللي عنده في حسابه مئات الآلاف الدولارات اللي يقدر إذا لا سمح الله صار شيء انفصل من العمل وإلى آخره إنه يقدر يأخذ الفلوس هاي ويكمل معيشته بالطريقة اللي كان فيها. صحيح. يعني اليوم وين يعني ولا مؤاخذة يعني مش بس امبارح بمشي في البلد كنت روح أشوف أصدقاء كانوا في أوتيل هنا في المركز مش بعيد عنكم. شخص بيحكي معي فرنسي بتطلع عليه مبين عليه إنه هوملس. أنا بفهم فرنسياتي خفيفة ما بحكي، فحكيت له أنا مش فاهم عليك شو بتحكي، إيه اللي بدك إياه؟ اللي فهمته إنه بده مساعدة. طب إيش اللي بدك إياه مني؟ بيعرف كم كلمة الإنجليزي أو حكى لي شغلة فكر مانج فهمت إنه بده يأكل. كان في مطعم بحدنا رحت أخذته اشتريت له عشاء وأكل والى آخره. يعني أنا من الناس اللي بطبيعة عملي لأنه بطلع مؤتمرات وهيك شغلات، أول شيء بنعمله دائما ماري مرتي بتكون معاي، أول شيء بنعمله دائما هو إنه ننتبه ونشوف عدد الناس اللي هم بدون مأوى هوملس في الشوارع اللي المدن الكبيرة هاي العالمية الكوزموبوليتان اللي الناس بتحلف فيها من باريس لنيويورك لمونريال لكلياته. عدد الناس اللي موجودين في الشوارع اللي ما بيقدروا يأكلوا ما بيقدروا يستروا حالهم ما بيقدروا يتدفوا يكون عندهم. يعني هاي واحدة من الشغلات اللي أنا بتضلها موجودة معي لأنه بتربيتي أنا يعني زي ما حكيت لك أنا بشتغل من عمر صغير على أساس أن أساعد أهلي. ما عنا بيوت وما عنا أراضي وما عنا أموال وإلى آخره، وهيك حال معظم الناس في العالم كله. فمين اللي بيكون عنده إذا صار شغلة من هالنوع أن يكون عنده السيفتي نات اللي يقدر إنه اوكي whatever اذا ما اعطوني الانمبلويمنت بنفيتس ما قدرتش بعد 3 شهور عندي معاي فلوس في البنك اللي اقدر استخدمها واكمل حياتي بنفس الطريقه اللي كنت فيها. كم واحد في الدنيا عنده اياها؟ فهاي الشغله يعني بالنسبه لي يعني من ناحيه العداله الاجتماعيه يعني سؤال كتير مهم بحياتي، مش بس لانه شيء شخصي يعني بيمسني شخصيا، ولكن لانه هذا سؤال اللي بمس كل الإنسانية وإحنا بحاجة طبعا إنه دائما نفكر فيه. ومثل ما تفضلتي يعني وجود ال AI اليوم والتكنولوجيات تانية اللي عمالها بتأثر في عمل الأفراد وما بتعطيهم المجال إنهم يقدروا يبنوا حياتهم. يعني بدها سؤال كبير إنه إيش إحنا كيف إحنا ممكن نتعامل مع هيك شغلات، وزي ما حكيتي إيش الضوابط اللي لازم تحطها الحكومات على أساس إنه تساعد الناس تكمل بناء حياتها. صحيح. طب أستاذ جميل، هلأ بما أنه أنت ذكرت النقد، فأنا بعرف أنك ناقد، لكن أنت ناقد بالأدب النسوي فقط؟ لا، أنا بديت كتاباتي في النقد بشكل عام، ولكن قررت في لحظة كانت في جامعة حيفا لما كنت أكتب دراسة الماجستير إنه أتخصص في الأدب النسوي، وبديت أكتب عن الأدب النسوي الكولونيالي الاستعماري. نعم. كتبت عن حياة عن كتب اللي كتبت عن طريق نساء بيض في المستعمرات في أفريقيا. نعم. وكان لأنه كان في هناك شغلة في الكتب نفسها اللي جذبتني إلها. أول ما بدأت يعني بأفريقيا، أول ما أول ما بدأت في الكتابة يعني من ناحية نشر كنت أكتب عن الثقافة الفلسطينية في الداخل في 48 بالذات في جريدة كل العرب ومحلات تانية. كنت أكتب في يعني رحت شفت مسرحية كنت أكتب عنها، كان في كتاب طالع كتبت عنه. فبدأت الكتابة يعني من جيل 16 وأنا أكتب، وكتابي اللي تأثرت في كثير من المنظرين والأدباء العرب والأجانب والآخرين.
فمثلا في كل العرب كنت كتبت عن مسرحية اللي كانت حول موضوع النسوي. بتذكر خالتي وأمي، خالتي كانت تقرأ، كانت تحب القراءة، قرأت المقال وحكت لي جميل أنا كتير مبسوطة باللي كتبته عن النساء في هذا المقال. فكان يعني بتذكرها كتير منيح حياة خالتي أم جمال. فلما كملت في دراسة الماجستير كنت عمال بحاول ألاقي كتب اللي تعكس نوع من الإشكاليات اللي بتمس فلسطينية 48. نعم. وأنا كشخص يعني كرجل في مجتمع أبوي كنت واعي طبعا لطريقة تعامل مجتمعنا مع أختي مثلا مقابل تعامل معي أنا، تعامل مع النساء بشكل عام مقابل تعامل مع الرجال. فلما قرأت الروايات هاي حسيت إنه هاي النساء البيض المستعمرات في أفريقيا مثلا كانوا يعطوا لأنفسهم يصوروا الوضع اللي هم فيه على مستويين: مستوى إنهم مضطهدين أبويا في مجتمع أبوي أبيض أوروبي، وإنهم عندهم حقوق وممكن كمان يكونوا يعني مضطهدين للأفارقة اللي هم بيحكموهم. فأنا بطبيعة كوني فلسطيني في 48 مضطهد، ومن ناحية تانية عندي حقوق في مجتمع أبوي، فكنت دائما واعي لهالتناقض اللي موجود في وضعي الاجتماعي. هذا أثر فيه، يعني كنت بدي أعرف طب كيف أنا ممكن إنه أقدر أتعامل مع هذا التناقض في حياتي كرجل اللي هو عنده حقوق، وكفلسطيني في 48 اللي ما عنده حقوق، اللي يميز ضده. هيك بدأت السؤال الأول في حياتي يعني من ناحية أكاديمية. فوجدت الكتب اللي كتبوها النساء البيض المستعمرات في أفريقيا كنوع من البوابة لاكتشاف إن الواحد يعني يتعمق أكتر في الروايات هاي، في الأدب هاي، وإنه يكتشف يعني محاولة للتعامل مع هذا السؤال بطريقة جديدة. نعم. طب بدي أسألك، لما دخلت عالم المرأة هلأ بعد مرور بعتقد سنوات، شو أكتر جملة ممكن تتذكرها أثرت فيك من ناحية أي رواية أنت قرأتها وعملت لها نقد؟ أنا بصراحة يعني الكتب اللي بكتب عنها دائما، يعني إذا أنت بدك تختصر بجملة بتقول المرأة هيك في الأدب. قصدك هيك يعني. المرأة لا تقل شأنا عن الرجل في الأدب. يعني أنا بدي أحكي لك ليش بحكي الجملة هاي، لأنه يعني أنا لما كنت أكتب عن الروايات النسائية كنت عمالي بكتب كناقد أدبي، عندي نص عمالي بحاول أفهم النص وبحاول أكتب عن النص بطريقة اللي تبين القدرات الطاقات اللي موجودة في الكتاب نفسه. نعم. فالتحدي بالنسبة لي كان مش إنه الكاتب هو امرأة ولا رجل، التحدي كان إنه هل أنا بقدر أكتشف سر الكتاب وأحاول أبين هذا السر للقارئ. فأنا بتذكر كتير منيح يعني بخلال كتاباتي بشكل عام يعني على مدى السنين، لما الناس تقتبسني خاصة في الإنجليزي يحكوا شيء هي كما قالت جميل خضر تدعي بأن. فيوم أنا عم بالي بقرأ مقالات هيك بحكي لبنتي سلمى كان عمرها بجو 5 سنين، بقول لها سلمى شوفي هاي واحدة عمالها بتقتبس بابا، بس اسمعي شو بتقول كما تحدثت جميل خضر عن
فسلمى زعلت عمرها 5 سنين، كيف تحكي عن أبوي هيك؟ أبوي رجل مش امرأة. أقول لها بابا بس هذا منيح كتير، أنا بالنسبة لي مبسوط، لأنه ببين قديش عندك أنت النارو ماينددنس، ضيق الفكر عند الناس، إنه بفكر. على فكرة يعني مش بس عند النقاد اللي من هالنوع اللي اقتبسوني، يعني بعرف في مواقع أدبية كتير، يعني في مؤتمرات وشغلات من هالنوع. مثلا أبعت الابستراكت لمؤتمر، يرجعوا لي قبلناك وينادوا علي ليدي، مثل الليديز اللي موجودين يعني في مؤتمرات عالمية مثل المودرن لانجويج اسوسيشن. نعم. اللي بيجوا عليه مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس من كل العالم. قدمت مرة ورقة اللي قبلوا عليها أنا وكمان 3 نساء، ببعتوا لي في الرسالة hey ladies احنا قبلناكم مش عارف شو من. فبحكي لزملائي، كنت في ستاتسون وقتها، فبحكي لهم يا جماعة بدي أروح هناك، وأقول لهم سوربرايز أنا غيرت حالي يعني. وبتذكر كمان أكتر يعني لما قدمت لفول بروفيسور في ستاتسون، طلبوا إنه حدا يكون مختص في المجال اللي راجع كتاباتي. بتذكر يعني بروفيسور مشهور في الأدب ما بعد الكولونيالي، ما بعد الاستعماري، في رسالته كتب إنه قديش هو عنده انطباع يعني كتير قوي وبحب كيف أنا بكتب عن النساء ككاتبات. نعم. بقول استغربت، أنا بقول له كيف يعني أنا بكتب عن النساء ككاتبات؟ مش فاهم. قال أنت عندك طريقة اللي بتكتب عنها مش زي يعني بتكتب عنهم كأنهم يعني زي كتاب ممتازين. بقول طبعا هم ممتاز، مش فاهم أنا ليش التمييز، فهمتيني؟ ولا عمره دخل في راسي هذا التمييز. فأنا مبسوط دائما، كنت دائما مبسوط إنه الناس اللي بتقرأ كتاباتي ما بتعرف مين أنا، خاصة اللي ما بيعرف إنه جميل هو اسم لرجل في أو لذكر في اللغة العربية. نعم. فهذا كان دائما يبسطني، إنه يورجيني قديش الناس تفكيرهم ضيق. على أساس يعني حتى في مؤتمر في لندن مرة كنت في بانل مع بعض الزميلات، بعد ما حكينا كلياتنا كان كتابك صار طالع وحكيت عن الكتاب، فواحد من الزميلات بفكر كانت من أصل تركي حكت جميل أنا مع كل الاحترام لإلك وحبيت ورقتك وهيك، ولكن أنا متفاجئة كيف أنت حطوك كرجل مع الستات هون في هذا البانل، مش لازم كنت تكون موجود فيها. على فكرة يعني كتار من الناس اللي كانوا موجودين تفاجئوا كيف بتحكي هيك أنت، على أي أساس بتحكي هيك. يعني أنت بتحكي عن، وأنا بفهم يعني ما عندي أي إشكالية إنه يعني حدا ينتقد، هو مش انتقاد شخصي لإلي، أنا بالنسبة لإلي ما بعتبره انتقاد شخصي لإلي، ولكن هو انتقاد للطريقة اللي بتشتغل فيها المؤسسات والطريقة اللي بتتعامل فيها المؤسسات مع الكتابات النسوية. الأدب الفلسطيني كهوية وتجربة إنسانية، وكيف بتقيم الأدب الفلسطيني من حيث اللغة والتجربة؟ طبعا الأدب ممكن نقدر نسميه في طريقة معينة كمرآة للمجتمع. يعني الأدب يعكس تجارب ومعاناة أفراد ومجتمعات من خلال التجارب التاريخية اللي بمروا فيها. فالأدب الفلسطيني طبعا له علاقة عضوية مع التاريخ الفلسطيني. يعني من بداية ونشأة الأدب الفلسطيني كان اهتمام الكتاب والمؤلفين هو عكس الواقع الفلسطيني في أو تحت الظروف السياسية اللي عاشها في قبل النكبة أو بعد النكبة. ففي بداياته كانت يعني محاولة لوصف الوضع الفلسطيني من خلال تجارب الفلسطينيين تحت الانتداب البريطاني والاستعمار الصهيوني. وبعدها طبعا بعد النكبة كان في هناك اهتمام كبير في دور المقاومة
في الأدب من ناحية وصف معاناة الفلسطيني ومحاولة وصف محاولات الفلسطينيين للرجوع لبيوتهم اللي تركوها في 48، ومحاولة تحرير الإنسان والأرض من خلال أعمال أدبية مهمة. طبعا يعني الأسئلة اللي بتطرحها الأدب الفلسطيني هي أسئلة خاصة في الواقع الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت هي أسئلة إنسانية بشكل عام، يعني بشكل اللي ممكن أي إنسان على الكرة الأرضية يحس له علاقة فيه. مثلا في الخمسينات إميل حبيبي أو في الستينات إميل حبيبي كتب رواية أبو سعيد النحس المتشائل، The Pessimist. الرواية بتعكس الواقع الفلسطيني في 48 مثلا، ولكن عن طريق أسلوب تجريبي يستخدم أو يوظف أدب الخيال العلمي. أوكي، يعني شيء غريب إنه كيف رواية أساسية من هالنوع لإميل حبيبي ممكن توظف أسلوب تجريبي مع خيال علمي ما كان شائع في العالم العربي. الكتابات بعدين فاتت يعني بأكثر في حيز المقاومة على أساس تعكس روح المقاومة الفلسطيني لاسترجاع الأرض وإثبات الهوية والى آخره. ولكن الأدب الفلسطيني طبعا كأي أدب في العالم هو أدب حي، دائما بحالة تطور، دائما في حالة تحول. بيستفيدوا الكتاب عنا من خبرات أدبية وتجارب أدبية عربية وعالمية. فكل هاي العوامل أثرت على بناء الأدب الفلسطيني. كتاب مثل سحر خليفة أو إبراهيم نصر الله، عندنا في 48 مثلا إميل حبيبي وأنطون شماس وغيرهم. يعني الأدباء الأعداد كبيرة جدا حاولت ترصد الواقع الفلسطيني على مراحل مختلفة. أنا بصراحة يعني اللي بهتم فيه هو الأدب اللي بعد أوسلو، اللي كان يعكس في مرحلة معينة الأدب النيوليبرالي، الأدب اللي متأثر أكثر في سياسات الغربية اللي حاولت تخلق واقع مختلف في فلسطين على أساس إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية. فكيف كانوا يتعاملوا الكتاب مع هذا الواقع السياسي؟ واليوم طبعا مع كل التحولات اللي موجودة في الواقع السياسي في الشرق الأوسط، كيف بيتعاملوا كتابنا اليوم مع هذا الواقع؟ مثل يعني طبعا أنا حكيت أسماء بعض الكتاب، هو يعني في كتب تانية اللي كتير أثرت فيه مثل أعمال غسان كنفاني كتير مهمة سياسيا وثقافيا، كتير مهمة. رضوى عاشور والطنطورية مثلا، كتاب اللي دائما لما أقرأه كنت أتخيل أمي، لأن أمي انولدت في الطنطورة، كان عمرها 2 شهر لما أهلها طردوا من الطنطورة بعد الأحداث اللي صارت. فدائما وانا اقرا الكتاب كنت اتخيل دائما لو امي كانت موجوده هناك وتلعب على شط البحر في الطنطوره نفسها اللي انا كبرت كمان فيه، لانه من وانا صغير يعني حكيت لك الفريديس بعيده عن البحر بجوز 4-5 كيلو. فكنا لما كنت اشتغل في السهول مع اصحابي هيك واحنا في المدارس بعد الشغل نمشي على البحر نروح نسبح والى اخره. فيعني ذكريات الطنطورة مهمة جدا بالنسبة لي، ولا حتى كمان تجربتي الأدبية والنقدية إلى آخره. في الفترة الأخيرة عمالي بحاول يعني أختار، لأنه أنا تخصصي وما هو كان يعني أدب فلسطيني أو أدب عربي، كنت متخصص فيما يسمى أنجلوفون، أدب الأنجلوفوني، فهو أدب مكتوب باللغة الإنجليزية أساسا، وخاصة المتعلق في ثقافات اللي تأثرت في الاحتلال الأوروبي
والاستعمار الأوروبي، إن كانت في أفريقيا أو في الهند أو في العالم بشكل عام يعني. ولكن بديت أهتم أكثر في مثلا في رواية مثلا مجانين بيت لحم للعياسة من بيت لحم نفسه. قدمت عنها ورقة في مؤتمر عندنا في جامعة بيت لحم، اللي بيحاول يصور يعني كمان مرة تأثير الواقع السياسي وخاصة بعد أوسلو على كيف بيعالج أو بيصور الكاتب الفلسطيني واقعنا. علاقتنا مع الآخر مهمة جدا بالنسبة للأديب الفلسطيني، وكيف بيحاولوا يصوروا هاي العلاقة من أدب المقاومة الأدب اللي بسميه أنا نيوليبرالي إلى الآداب التجريبية الجديدة. مثلا عدنية شبلي كتابها تفصيل ثانوي، يعني بنصح كل فلسطيني في قراءته، لأنه كتاب يعني رواية أروع من رائع. أنا بحب سحر خليفة كتير كمان وكتبها كتير مهمة، ولكن الكتاب التجريبي أو الرواية التجريبية تاعت عدنية شبلي يعني بالنسبة لي قفزة نوعية مهمة في الأدب الفلسطيني. نعم. وأنت بتحكي عن أدب المقاومة بشكل عام، يعني إحنا بنحكي هل هذا المصطلح أدب المقاومة يعني دقيق أدبيا أم إنه توصيف جاء من خارج النص؟ لا، هو طبعا يعكس ال الواقع الأدبي، واقع الروايات والقصائد اللي كتبت من محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم في تصوير ردة الفعل الفلسطينية للواقع السياسي اللي احنا موجودين فيه. فهو كان يعبر فعلا عن طموحات وأحلام والإشكاليات اللي كان يعاني منها الفلسطيني في تحقيق هدفه. يعني الكتابات تحت أدب المقاومة بدأ يكون لها صدى عالمي واسع، اللي بدأ يدرس ويدرس في جامعات العالم كله. يعني حتى يعني طبعا غسان كنفاني عنده دراسات أولية حوالين هذا الموضوع، أدب المقاومة في 48 وبعدين الأدب الصهيوني وإلى آخره. بعدين في ناس اللي كتار كتبوا عنه في جامعات أمريكية وجامعات غير أمريكية. باربرا هارلو فور إكزامبل على سبيل المثال مثلا كتبت كتاب Resistance Literature مبني على نظريات كنفاني وأعماله وكتاب فلسطينيين آخرين. فكان لنا تأثير جدا، لأنه كانت من حركة المقاومة العالمية اللي موجودة في الستينات والسبعينات. أوكي، يعني هو كان مميز بطبيعته لأنه أدب عربي، ولكن كان كمان يعني يقدم في إطار عالمي اللي بيعكس أحلام وطموحات الشعوب في معظم العالم في ذيك الفترة. طب بتعتبر أنه النصوص الفلسطينية يعني شكل من أشكال الدفاع عن الذاكرة عبر الأدب؟ يعني الذاكرة مهمة جدا في كل الآداب بفكر، يعني حتى الأفلام أو المسرحيات والآخر، يعني في دور الذاكرة ودور الماضي جدا مهم. أنا هذا برضو باخذني للسؤال، إنه إحنا دائما لما بنحكي عن الأدب الفلسطيني نعم. دائما يعني نستعير بكتاب زي غسان كنفاني، محمود درويش، سميح القاسم. كتاب الآن وينهم؟ موجودين عندنا كتار كتاب وكتاب كتير كويسين. طبعا احنا يعني قصدي انه ليش ما اخذوا الشهرة زي غسان كنفاني زي موجودين. مثلا يعني طلع في عندك سحر خليفة معروف كتير، عدنية شبلي اليوم لها شهرة عالمية معروف كتير. انت بتحكي مثلا عن بداية الأدب الفلسطيني في الستينات والسبعينات وشهرة في إطار معين اللي إلها اليوم قد 55 سنة. فيعني ما بنقدر نقارن الكتاب اللي كتبوا في الخمسينات أو الستينات
مع كتاب اللي بدوا ينشروا في 2010 أو 2015. يعني البعد الزمني له أهمية في تأسيس أهمية الكاتب وطبيعة استلقاء هاي الأعمال وبناء شهرتها. فمثلا بتيجي بتحكي عن يعني حتى في الأدب الفلسطيني، في النقد الفلسطيني الكل بيبدأ بإدوارد سعيد. طب يا عمي في ناس غير إدوارد سعيد. أوكي، دور الناقد إنه يكتشف أعمال تانية من هالنوع ويحكي عنها. هي يعني بالنسبة لي الأعمال موجودة، ولكن الكتاب اللي بيكتبوا أو الناقدين اللي بيكتبوا ما يعني مش الكل هدفه إنه يبحث عن المؤلف الضائع ويحطه في مركز الحدث. يعني في ناس اللي بتكتب على أساس إنه التأطير تبع الكتابة تبعهم بده يعتمد على الأسس المركزية في الأدب الفلسطيني. نعم. وهذا الأسلوب اللي أنا ما اتخذته في حياتي. أنا عشان هيك بعدت شوي، لأنه ما كان بدي أعيد. يعني أنا وأنا في أعمل الدكتوراه في بين ستيت كانت الادفايزر تبعي ضلت تحكي لي راح تكون الادوارد سعيد الجديد. قلت لا، انا ما بدي اكون ادوارد سعيد. مين حكى لك بدي اكون ادوارد سعيد؟ انا بحب الكتابه، وادوارد سعيد اعماله يعني بحبها، وانا جيت على ادرس في امريكا بس عشان ادوارد سعيد. كنت حابب اني ادرس معه بس ما صح لي. ولكن ما كنت بدي اعيد نفس الخط ونفس التكرار. عشان هيك يعني في دراستي في رحت الدكتوراه تبعتي كتبت عن كتاب فلسطيني واحد للست ريموندا الطويل، كانت حماة عرفات. كتبت سيرة ذاتية. تعرفي هي نابلسية أو تجوزت في نابلس، من عكا تجوزت في نابلس. كتبت سيرة ذاتية اسمها My Home My Prison، بيتي سجني. كتب بالعربي وترجموا لها اياته بالعبراني وبعدين ترجم للإنجليزي. فهذا الكتاب أثر فيه كثير، يعني من الكتب اللي أثرت فيه جدا 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 في تكويني كباحث وكناقد. وكتبت عن الكتاب يعني في الدراسة هاي، وفي مقال، وفي فصل في كتاب كمان نشر. فأعطاني يعني هي بدأت تتغير شوي من المعايير أو اللغة الأدبية والأسلوب الأدبي اللي كان متبع في الأدب المقاومي. بدأ يتغير لأنه بدأ في نوع من الحوار بين الأحزاب الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية. صار في التحول والبدايات الأوسلو. فكان في يعني الثيمات اللي موجودة في كتابها مختلفة عن ثيمات النقد الأدب المقاومي. فهذا عجبني لأنه جديد بس ما حدا بكتب عنه، فكتبت عنه. فمثلا رحت الدكتوراه تبعتي كانت أساسا عن معظم الكتاب اللي كتبت عنهم كانوا غير معروفين، بس مش كل واحد عنده الجرأة أو الاستعداد أنه يكتب عن يعني كتاب غير معروفين ويجازف أنه كتابه أو الأطروحة تبعته أو المقال تبعه لا ينشر أو لا يصلح للنشر من قبل دار نشر عالمية، لأنه فيش حدا بيعرف هذول الكتاب. نعم. فأنا أخذت الريسك في هيك شغلات. فأنا بالنسبة لي يعني هو مش بس قضية إنه وين هم هذول المؤلفين، وين هم النقاد اللي بيحاولوا يوجدوا العمل الجديد ويعطوه التحليل اللي يعطي حقه. ما نضلنا بس نكرر نفس الأسماء وإعادة ترتيل نفس الأسماء ونفس الثيمات ونفس المواضيع. تعال نشوف الأشياء الجديدة. عشان هيك أنا يعني بتحليلاتي بحب النظرية الأدبية، بحب النظريات الأدبية الجديدة اللي بتعطي عمق جديد للنصوص الأدبية اللي بقرأها. ما بدي أعيد وأكرر نفس الكلام. طب في نص معين أو يعني أعمال أدبية فلسطينية يعني تركت أثر في عند جميل خضر؟ نعم كثار. يعني أنا زي ما حكيت لك إيميل حبيبي كثير أثر فيه. أول ما قرأت الرواية تبعته وأنا في الثانوي، درست في الكلية الأرثوذكسية العربية في حيفا، وأساتذتي كانوا دائما يعني منهم كتاب مشهورين. محمد علي طه كان كاتب قصة قصيرة ومعروف،
كان أستاذ اللغة العربية. أستاذنا المرحوم دكتور حنا أبو حنا كان مدير المدرسة وكان كاتب مشهور، ومن الناس اللي اشتغلوا على الأرشيف الفلسطيني وقدروا يطلعوا يعني روايات كانت ضائعة أساسية لتطور الوعي الفلسطيني الوطني والقومي والسياسي. فهدول الأساتذتي يعني كان لهم تأثير كبير علي. أعمالهم هم ككتاب، والأعمال اللي درسونا إياها. فالوعي تبعي من صغر يعني كان مبني، كان متأثر في هاي الأعمال. بعدين مثل ما حكيت يعني قرأت روايات أخرى، وأنا يعني بس توجهي بعد الثانوية كان أكثر للأدب الأنجلوفوني، لأنه كنت أدرس أدب إنجليزي في جامعة حيفا، ما كانوا يدرسونا روايات عربية مترجمة. فأنت بتخصصك بدك يعني تبدع في المجال اللي أنت فيه، فبعدت عنه. ولكن بعد ما رجعت على البلاد واشتغلت في جامعة بيت لحم لمدة 10 سنوات كعميد البحث العلمي هناك، بديت أكتب بشكل أعمق عن الأحداث السياسية والأدبية اللي موجودة عندنا في البلاد، وبديت أرجع للأدب الفلسطيني أقرأ أكثر، وقدمت بعض الأوراق والأبحاث في هذا الموضوع. واليوم يعني آخر بحث لإلي قيد نسخة منه قبلت في مجلة اسمها Women A Cultural Review، مجلة بريطانية كتير متقدمة يعني، ومقال عن عدنية شبلي وعن كتابها تفصيل ثانوي، اللي بحاول أطبق فيه نظريات جديدة يعني مش مستخدمة ومش معروفة عندنا في العالم العربي، أو ما طبقت بشكل واسع في العالم العربي ولا حتى في الأدب الفلسطيني يعني بشكل خاص. نعم. هذا برضو باخذني لسؤال عن الأدب النسوي الفلسطيني يعني عبر التاريخ. متى بدأ صوت المرأة يظهر في الأدب الفلسطيني؟ طلع صوت المرأة في المجتمع الفلسطيني كان ظاهر من بدايات الحركة السياسية الفلسطينية في العشرينات والثلاثينات. كانت الحركة النسائية قوية جدا. هذا برضو بس عشان أكمل سؤالي، تفضلي. برضو كانت تستعير بأسماء ذكورية على عن فيلم 36 1936 يعني طبعا يعني لأنه هاي كانت ظاهرة مش فقط عند بعض الكتاب العرب أو النساء الفلسطينيات، كان ظاهرة عالمية، لأنه الكتاب كانوا معروفين كرجال، فكانوا يستخدموا الأسماء بعرف شو بتسميها بالعربي، الأسماء الذكورية في نشر كتبهم، كان يسهل عليهم طريق النشر. طبعا كمان مرة هاي كتاب بريطانيين عملوها، كاتبات بريطانيات عملوها، كاتبات أمريكيات عملوها، فيعني كانت ظاهرة شائعة ومعروفة في العالم، فمش نعم. يعني جديدة على فإذا نرجع نعم. لأدب المرأة الفلسطينية. بالنسبة للمرأة الفلسطينية كان لها حضور قبل 100 عام مثلا؟ بصراحة أنا يعني من ناحية كتابي ما بعرف، يعني هذا مش تخصصي، ما بعرف، ما دخلت في تعمق فيه. ولكن امتى بدأ يظهر الأدب النسوي الفلسطيني؟ طلع بعرف إنه يعني في الكتابات الفلسطينية اللي بدأت تكتب وتعكس الواقع الفلسطيني بالنسبة للواقع السياسي اللي احنا فيه، بدأت في تقريبا 1913. نعم. قصة كتبت، ما بعرف إذا كان الكاتب من نابلس حتى، عن الوضع اللي كنا فيه، بفحص بقى. ولكن من ناحية الكتابات المرأة الفلسطينية بصراحة ما عندي يعني تحديد تاريخ معين للكتابات. ولكن بعتقد مي زياد يا طبعا، فدوى طوقان طبعا معروفة، ولكن أقدم من هيك ما بعرف. نعم. طيب
مش مشكلة. طيب شو انت بتعرف يعني عندك فكرة؟ لا، عشان هيك أنا بسألك. يعني صار لي عندي فضول أعرف. وانا المشكلة يعني انه انا يعني تخصصي الاساسي هو مش ادب فلسطيني، نعم. ولكن بحكم كتاباتي بشكل عام لا، وبحكم انك فلسطيني لا، انا وبتخصص ولا مرة هذا بالأدب. كان المعيار بالنسبة لي. نعم. انا معياري دائما يعني الهوية الثقافية مهمة جدا، أكيد. هويتي الإنسانية التحررية أهم. نعم. فأنا بنظر لنفسي في منظار عالمي نعم. أوسع من إنه أنا حد يعني الكتابات. عشان هيك زي ما حكيت لك، لما حكت لي الادفايزر تكون الادوارد سعيد الجاي، قلت له ما بدي أصير ادوارد سعيد الجاي، هذا مش اللي أنا بدي إياه. أنا هدف إنه ما أربط كتاباتي وشخصيتي في هوية قومية أو هوية محددة. أنا ما بفكر بهالطريقة هاي. نعم. تفكيري من هاي الناحية يعني تفكير عالمي أوسع، اللي بهمني القضية الفلسطينية لأن قضية عدالة أساسيا، يعني مش بس لأنه أنا ولدت في مجتمع فلسطيني ولأنه عائلتي فلسطينية وأصحابي فلسطينيين وهيك، هذا كله مهم. ولكن أنا بالنسبة لي القضية الفلسطينية مش بس عشان أنا فلسطيني، هي أساسا قضية عدالة، قضية حرية. هذا المعيار الأساسي بالنسبة لي. طب منغير السؤال. Yes. خلينا نقول طيب شو التحديات اللي ممكن تواجهها المرأة إذا كانت بفلسطين أو بلادنا العربية؟ شو التحديات اللي بتواجهها في الكتابة؟ يعني مثلا ما بدنا نفوت في تحليل اجتماعي لأنه أنا مش سوسيولوجيست. ولكن يعني مثلا في السبعينات لما اشتغلت على كتاب الست ريموند الطويل، يعني كان التحدي بالنسبة لها هناك هو بالنسبة للمرأة هي كمرأة، يعني كيف أنا تحقق هويتها كإنساني في مجتمع ذكوري. كانت هاي شيء أساسي بالنسبة لها. إنه مثلا هي كانت صحفية وتحب الكتاب وإلى آخره. فبتذكر يعني في الكتاب، رغم كتبت عنه في سنوات طويلة أو من زمان يعني، ولكن مثلا قضية إنه لما تسافر يكون حدا معها، إنه يكون معها رجل وإلى آخره، أو إنه مثلا هي طلقت زوجها، كانت تعرفي فضيحة بالنسبة للمجتمع في هذاك الوقت. فيعني في شغلات اللي من ناحية الوضع المرأة الاجتماعي، إنه تكون في وضع غير متساوي مع الرجل. نعم. في كل الأبعاد. كان هذا سؤال مهم. ولكن مثلا ذكرت أنت هيك الفيلم Palestine 36 فلسطين 36، نفس التحديات. يعني شفت الكاتبة منخرطة سياسيا، علاقتها بالبيت، علاقتها بالزواج مهمة جدا لها، ولكن في الآخر قررت أنه تنخرط في العمل السياسي، أنه تفصل وتطلق جوزها. أوكي، لأنه العمل السياسي كان دوره أهم بالنسبة لها. ريموند الطويل كمان نفس الكلام يعني، وحتى سحر خليفة وغيرهم كتبوا عن هيك تناقضات في حياة المرأة اجتماعيا ثقافيا سياسيا، ودور المرأة في أو طموح المرأة في تحقيق الذات. أوكي، تحقيق الاستقلالية الذاتية عند المرأة من ناحية العمل، من ناحية التفكير وإلى آخره كله. فالتبعية هاي اللي موجودة في مجتمعنا، ودور المرأة أنه تكون تابعة للرجل، يعني هاي الشغلة اللي كانت المرأة الفلسطينية كانت تحداها من الأساس. والروايات المرأة الفلسطينية بتعكس هاي التحديات، وبتعكس كمان طموح المرأة في تحقيق الاستقلالية الذاتية اللي عندها على المستوى الاجتماعي والسياسي والى آخره. مين أجرأ بالكتابة، المرأة أم الرجل؟ ما بفكر هو الجرأة ما هي أساسا علاق، يعني المتغير الأساسي اللي فيها هو الجنس، النوع الجنسي.
التجربة الأدبية والإبداع الأدبي له عوامل مختلفة، يعني له بتعلق في مستوى الثقافي والقراءة والمحاولات الإبداعية اللي بيقوم فيها الفرد كفرد. ما بفكر الرجل عنده قدرة يكون مبدع أكثر من المرأة، بالعكس. يعني إذا بتطلع على الأدب العالمي بشكل عام، نعم معظم المبدعين اللي بدوا في البداية هم النساء. نعم. بالأدب الإنجليزي يعني أي نوع من الجانرا اللي بتحكي فيه، معظم المحاولات الأولية اللي أسست لهاي الجانراز هي نساء مش رجال. نعم. فما بعتقد يعني هي قضية رجل أو مرأة، هي قضية إنه التصور اللي موجود عند الشخص، ثقافة الشخص، جرأة الشخص في التقديم، في الإبداع. هذا اللي بيأثر. طب هذا باخذنا كمان للسؤال اللي هو العلاقة بين الناقد والكاتب. هل هي علاقة تكامل أم قراءة من زاوية مختلفة؟ يعني احنا كنقاد، يعني احنا ايش بتسميها parasites، يعني احنا متطفلين على الكتاب، لانه احنا يعني شغلنا بيعتمد على انه الكاتب يكون مبدع، واحنا نحاول نوجد طريقة اللي نبين الابداع بقيمته. فانا بستنى على الكاتب اللي يقدم لي تصور معين او تصور جديد للحياة اللي اقدر اكتب عليه. طبعا نحن ما بنقدر نكتب عن كل شيء، وما بنقدر نكتب عن كل واحد. كتاباتي أنا كأكاديمي وكناقد ما هي كتابات صحفية. يعني الناس بتكتب صحافة مثلا مراجعات أو نقد لكتب، بس هاي مش نقد أدبي، معظمها ما هو نقد أدبي، نقد انطباعي. عندنا في نعم. كتير نقد انطباعي خاصة في فلسطين وفي العالم العربي. ما هو نقد أكاديمي مبني على الأسس النقدية العلمية اللي تدرسها خلال سنين طويلة وبتحاول تطبقها. عشان هيك ما بقدر أكتب مثلا أكتر من مقالة أو 2 في السنة. أوكي، يعني ما باجي بطلع المقال وبس الواحد بده. فبالنسبة لي يعني العلاقة هي علاقة طفيلية parasitical، ولكن احنا بنقدم خدمة كبيرة للكاتب للمجتمع الإنساني لما احنا بنحاول نبرز هذا الإبداع بقيمته. يعني مثلا رواية عدنية شبل كثير أثرت فيه، ما بعرف إذا بتعرفيها وقرأتيها. لا، صار نفسي أقرأها يا صراحة، ريت حمستني إني أقرأها. بس يا ريت. كتاب رائع جدا. كنت كاتبته في العربية لمدة 12 سنة، واشتغلت مع مترجمة أجنبية على ترجمته للإنجليزي، لأنه كانت حريصة على أنه كل كلمة يكون لها صداها. والكتاب يعني أخذ قصة معروفة في النكبة. قصة حقيقية. هي القصة أساسها حقيقي على فكرة. رواية كان المفروض أنه تحصل على جائزة في ألمانيا السنة الماضية، ولكن ألغيت قبل سنتين في 23 ألغيت بسبب الأحداث. فكان يعني حدث كبير عليها في العالم، والناس يعني كتبوا رسائل كتير ضد المؤسسة الألمانية اللي منعت عدنية شبل من أنه تحصل على الجائزة. في أي سنة كان إصدار الرواية؟ بالعربي كتبتها ب 2016 بفكر، ترجمت للإنجليزي ب 2020، ترجمت للألماني ب 2022. طب أستاذ جميل، النقد الأدبي بيساهم في تطوير الأدب؟ طبعا لأنه يعني خاصة النقد الأدبي المبدع، النقد الأدبي اللي بيحاول إنه يدخل في أعماق النص، يبين الكاتب أشياء اللي حتى الكاتب نفسه ما بيعرفها أو غير واعي لإلها. نعم. ممكن يساهم في تطوير الكاتب.
طبعا هو خدمة كمان للطلبة وللنقاد الجدد، فأنت بتعطي يعني طريقة اللي بيقدر الكتاب آخرين إنهم يطوروا أنفسهم. ولكن للكتاب الروايات أو الكتاب المبدعين مش دائما بيحبوا يقرأوا نقد أدبي لأعمالهم، لأنه ممكن يخربش فيهم شوي. ولكن ممكن فعلا نساهم في تطوير فكرة. هاي الفكرة ما كنت أفكر فيها. فأنا بالنسبة لي يعني أنا لما ببين فكرة معينة اللي ما بتوقع الكاتب. بتعرف الكتاب كتار بيعملوا مقابلات مع كتار ناس. مثلا أنا عندي فكرة براسي بدي أحاول أكتب عنها مقال معين، بقرأ المقالات هاي الكاتب ما بيحكي عنها أي شيء، اللي بيسألهم ما بيحكوا عنهم أي شيء. فبيبين لي مثلا أنه محتمل أنه الكاتب والنقاد ما هم واعيين لهاي النقطة. فأنا ببدأ أحاول أطور التحليل والتفسير للرواية في منظور الجديد. فإذا مثلا صدفت أنه الكاتب حدا حكى له شفت مقال جميل خضر عن مقالي عن أحمد سعداوي فرانكنشتاين في بغداد، بعرفش إذا شفتيها الرواية. نعم. أوكي. أنا بحب ماري شيلي مثل ما بحب سيمون دو بوفوار، مثل ما بحب كتابات ست ريموندا، مثل ما بحب كمان عدنية شبلي، كتابات عدنية شبلي. علمت أنا درست فرانكنشتاين لماري شيلي سنوات طويلة. حبيت مرة أنه أدرس كيف الكتاب العالميين بعيدوا كتابة الرواية، فاخترت أحمد سعداوي فرانكنشتاين في بغداد. فوجدت فيها أشياء جديدة ولا حدا كان كاتب عنها، كتار ناس كتبوا عنها قبلي يعني. نعم. فتفاجأت وفعلا يعني انبسطت كتير إنه على تويتر أحمد سعداوي شكرني على المقال وكتب عنه إلى آخره. فأكيد هو شاف يعني اللي كتبته، شاف النظرية الجديدة اللي طورتها على الكتاب، فكان يعني محتمل تكون لها مساهمة في إنه يفكر في الأشياء اللي بكتب فيها، أو إنه يطور كتابي ثيم معين أنا كتبت عنه هو ما كان واعي له في الكتابة نفسها، اللي طلع من خلال النقد الأدبي تبعي. سؤال أخير، الحاضر والمستقبل ونصيحة للأجيال الجديدة. أنت حضرتك كيف بتشوف المستقبل بالنسبة للأدب في ظل هذا التطور التكنولوجي والاي اي شو نصيحتك؟ نصيحتي إنه ما نقصي تفكيرنا، ما نعمل اوتسورسينج للتفكير تبعنا ونعطيه للاي اي يفكر عنا بدلنا يعني. نعم. يعني اليوم انا بالنسبه لي مثل ما بعلم طلابي ومثل ما بحكي لنفسي دائما انه نشتغل على انفسنا دائما ونطور تفكيرنا النقدي في كل شيء في الحياه، في الكتابه، في الادب، استخدام التكنولوجيا الجديده، تعرف عليها اكثر، مش بس انه استخدمها، اعرف منين هي جاي، شو هي، أفهم إيش طبيعتها. يعني كتار ناس بيستخدموا AI ما بيعرفوا كيف AI بيفكر ولا بكتب. طب إيش الالجوريثمز اللي موجودة مثلا في AI اللي بتخليها تكتب هيك؟ لازم نعرف مثل ما حكيت من قبل منين المواد والمعرفة اللي بيعطينا إياها AI جاي. طب يجي مثلا الناس بيحكوا لك مثلا عنا النقاشات اللي بتكون في الجامعات عن إنه الطلاب ممنوع يسرقوا من AI أو ينسخوا اللي بيكتبوا AI. طب هو نفسه AI سرقة، AI نفسه سرقة. هم دربوا ال AI على مكتبات كتب، ملايين الكتب بالعالم، ما دفعوا للكتاب اللي دربوا ال AI عليها الكتب اللي استخدموها. طب الكتاب هدول يعني بالدوب تاخذوا أي فلوس. فالشركات الكبيرة هاي طورت ال AI على كتب هدول الكتاب بدون ما يعطوهم حقهم مستحقاتهم، فهم سارقين من الأساس. فأنا دائما بسأل كيف بدكم إياني أحكي للطالب ما تسرقش والبرنامج كله سرقة؟ أنا بالنسبة لي يعني دائما السؤال
إعادة بناء السؤال على أساس نفكر في النظام اللي احنا موجودين فيه، في الكونتكست، السياق اللي احنا موجودين فيه، على أساس انه نفهم الموضوع بطريقة أعمق. مش بس انه ما تستخدمش الاي اي ولا ممنوع تسرق. طب انت بتقول لي ما تسرقش والاي اي نفسه سراق. نعم نعم صحيح. فكيف يعني ما ممكن انه احنا نقدر نطور اسئله نقديه لتبني حوار اعمق بدون ما يكون عندنا فهم للواقع اللي احنا موجودين فيه بشكل اعمق. هذا شيء مهم بالنسبه لي، مش بس الفرد وعلاقات الافراد، ولكن علاقتنا في النظم السياسيه والاجتماعيه والثقافيه والدينيه وكلياته اللي احنا موجودين فيها. هذا شيء مهم بالنسبه لي، انه الواحد ما يوقف عن التفكير ودائما يوظف تفكيره النقدي للإجابة على أي سؤال وللتحقق من هذه الأشياء. واليوم خاصة اليوم مع الاي اي، كم مرة بيجيك واحد مع فيديو بقول لك هاي شوفي هاي، وكتار ناس بيجوا شوفت اللي صار. طب هاي اي اي مبين انه اي اي فوتوشوب والى اخره، والناس ما بيعرفوا. وبحجم تفكيرنا بحجم تفكيرنا طبعا. يعني انا بتذكر حتى قبل الاي اي كان شغلة صارت، كنت فعال زمان على فيسبوك. طالب مصري بفكر من الإسكندرية، من جامعة الإسكندرية، كان عامل فوتوشوب لحيوان خرافي مبني على الفوتوشوب، نص حصان ونص قرش، سمك قرش، وحطه على الفيسبوك وحكى شكله شغلي مثل الله يشل اللي ما بيصلي على النبي وشغله من هالنوع، والكل يكتب الله أكبر الله عظيم ومش عارف. واحد حكى لهم يا عم ده فوتوشوب، انت كافر تقتل وترجع. لهالدرجة صدقت الناس لهالدرجة. بعدين بفكر تشكوا عليه للجامعة، فهو حكى له أنا مالني ده الناس، يعني هم نفسهم قررينهم يآمنوا بهيك شغلة، أنا بخصنيش في الموضوع يعني. بس يعني بيعكس لك قديش إنه يعني إحنا في ممكن إنك يعني تلعب على عقول الناس البسيطة، يعني تلعب على عقول الناس البسيطة، وخاصة يعني في الأشياء التقليدية اللي عندنا وثقافتنا. إذا حدا حكى شغلة من هالنوع دينيا اضطرها بإطار ديني، ممنوع تتجاوب، ممنوع تسأل، ممنوع تحكي. فيعني إشكالية كبيرة بالنسبة لي. فأنا بالنسبة لي دائما إنه ما نوقف عن التفكير. وهي يعني إذا في إشي، أنا يعني في صف 10 وطالع كنت أقرأ كتير من الكتب العربية من العصور الوسطى. كنت أحب أقرأ هاي الكتب الجامدة هيك، مجلدات الخميلة هاي كنت أعشقها. فكنت أستغرب قديش هدول كانوا يفكروا، يعني مش إنه ياخدوا مسلمات، إنه يناقشوا يحكوا ويكون جدالات طويلة عريضة. وإحنا اليوم نحكي لا، ممنوع نفكر وممنوع نعمل وممنوع نساوي. فنصيحتي يعني إنه استخدم التكنولوجيا، استفيد منها، ولكن افهم شو هي التكنولوجيا، كيف بتشتغل، حاول تطورها، حاول إنك أنت تضيف للإرث الإنساني، مش بس إنه إحنا نكون بس مستهلكين. نعم. نضيف أشياء جديدة طبعا للعالم. في كتب بتقرأها أنت وطلابك بتقعدوا بتتناقشوا فيها؟ طبعا أنا طريقة تعليمي هي دائما في الحوار السقراطي. يعني أنا ما بحاضر، ما بعرف أحاضر. بحكي لهم دائما أول يوم أنا بحكي فيه كتير، بس لأنه عشان أحكي عن المساق وأهداف الكورس وأهداف المساق والى آخره والبرنامج. بس بعدها بنقرأ ونناقش، وبعمل كتير شغلات اللي في الصف اللي الطلاب بيشتغلوا فيها على أساس إنه يطوروا المهارات اللي لازم يطوروها. فمهم جدا لإلي أنا دائما إنه الطالب يكون في مركز العملية التعليمية، وإنه الأستاذ دائما يطور المهارات الطالب النقدية بالتفكير والى آخره، بأسس علمية، بفعاليات اللي دائما ما إنه الواحد بس واقف يحاضر. يعني هاي شغلة ما بقدر أفهمها أنا. نعم. النقاش، الحوار، إن الواحد يكون متمكن من اللي بيعمله، من تخصصك تكون متمكن فيه،
طبعا مش ضروري تعرف كل شيء. سألتيني سؤال ما بعرفه، جاوبتك عليه ما بعرفه. مش ضروري أعرف كل شيء في الدنيا، إلي تخصص معين. دائما بسأل طلابي بحكي لهم إذا شفتوا مقال لإلي عن الطاقة النووية بتقرأوه؟ طبعا بنقرأه. قلت لهم على أي أساس حضراتكم انتم تقرأوه؟ إيش الدكتوراه تبعتي أنا بالإنجليزي؟ طب ليش تقرأوا لي في الأدب النووي إذا بكتب أنا عن الأدب النووي أو عن الطاقة النووية؟ نعم. ما يعني فيش منطق في الموضوع. إذا أنا كنت معاي دكتوراه في الأدب الإنجليزي بقدر أروح أعالج ناس وأحكي لهم أنا دكتور، إيش اللي عندك، افتح تمك بدي أشوف شو الوضع الصحي تبعك. يعني أنا بالنسبة لي دائما إن الواحد يشتغل على نفسه. أنا بصراحة يعني بحكي لك شغلي، بالنسبة لي أنا بآمن في العلم والبحث عن العلم والحقيقة والمعرفة كشيء أساسي لكل الحياة. أول مرة حسيت إنه مشواري فعلا بدأ لما خلصت الدكتوراه، مش لما أخذت الدكتوراه خلاص ختمت بحر العلم. بدأت البحث، لأنه حسيت إنه عندي الأسس الأساسية اللي تهيئني للبحث في شكل أكاديمي صحيح. ولما حصلت على درجة أستاذ دكتور في جامعة ستاتسون، حسيت إنه فعلا بدأ دوري كأستاذ، كمدرب، كمثقف اللي يساهم في تطوير الأجيال الجديدة. اليوم مثلا في المرحلة الجديدة حاسس إنه عندي بدأ الدور تبعي هلأ في، يعني بالنسبة لي العملية التعليمية لا تنتهي. أنا كل يوم بقرأ. اليوم الصبح صحيت على 7، مشيت شوي، عملت شوي تاي تشي مش عارف إيش، الواحد stretching من 7:30 12:30 أو 1 تقريبا. أنا عمالي بكتب على التليفون بس شغلات خواطر اللي صارت معاي أطورها لأفكار شيء جديد دائما. أو هاي يعني شغلة بالنسبة لي. بعرف بجوز ناس عندهم كتير عوائق بالنسبة للكتابة، ولكن الكتابة بالنسبة لي ما بعرف أفكر بدون كتابة. الكتابة كتير مهمة بالنسبة لي، وبنصح كل المشاهدين والزملاء إنهم تمسك لك كتاب أو جورنال وتكتب، أو حتى على التليفون. يعني أنا بكتب كل شيء، ما بستخدم ورق. في لك إصدارات مليان كمقالات. عندي كتابين أساسيات. بس ما عمرك كتبت رواية؟ لا أنا مش كاتب مبدع. لا. نعم. لا أنا هاي كتبت مرة، كان في حدث صار في عنا كان في غزة حدث استشهد فيه أشخاص. كتبت رواية قصيدة بجوز 4-5 سطور، هي الوحيدة اللي كتبتها. يعني كانت كرد فعل أحداث سياسية. بس أنا ما بوصف نفسي ككاتب أو يعني روائي أو كاتب شعر أو أي شيء من هالنوع. كتاباتي معظمها كلها نقدية، لأنه تفكيري أنا تفكير نقدي. نعم. من هاي الناحية، والنقد من هالنوع يعني مش نقد سلبي، هو نقد من ناحية التحليل ومن ناحية الكشف عن أبعاد غير مرئية للناس. أنا الطلاب اللي علمتهم في السابق بيحكوا معاي، فالإشي الوحيد اللي دائما تقولوا لي so what is not obvious، الشيء اللي مش مبين مش واضح، هذا اللي نفكر فيه. فهم دائما بتذكروا هاي الشغلات. فهذا شيء مهم بالنسبة لي، لأن الواحد يكمل حبه للتعليم. بصراحة يعني بحس نفسي أنا من الناس المحظوظين. يعني أنا من صغري زي ما حكيت لك بحب أقرأ وبحب أكتب، وانتهيت في مهنة اللي هي حياتي، يعني اللي بعمل فيها الأشياء اللي بحبها وبدفعوا لي عليها. نعم. فإيش بدي أحسن من هيك؟ كل يوم بقرأ وكل يوم بكتب وبدفعوا لي عليها. هاي أحسن شغلة. إنه الواحد يحقق يعني يكون ما بين هواية وتكون نعم. بنفس الوقت
يعني أكاديمية ومهنة. طب أستاذ جميل، شو الأشياء اللي حققتها والأشياء اللي لسه بدك تحققها والأشياء اللي بتتمنى تحققها في المستقبل؟ حاطط يعني خارطة هيك زمنية لهذا الاشي؟ بصراحة لا، أنا مش من هالنوع. يعني أنا عندي تخطيطي دائما بيكون يعني تجريدي هيك في راسي، مرات بشوف الأشياء اللي بدي إياها، ولكن يعني من ناحية الأشياء اللي بحبها بدي أعملها عملتها. من ناحية تجرباتي في الحياة، كتاباتي اللي بدي إياها، حققت اللي بحلم فيه. ولكن من ناحية المستقبل، يعني في عندي مشروعين كتب اللي فعلا بدي ألاقي الوقت اللي أشتغل فيهم. مشروع بديته من زمان، من أول ما رجعت فلسطين في 2013 على الفولبرايت فيلوشيب، تكميل كتابي عن فلسطين وسياسات التحرر العالمية. بدي أخلصه هذا الكتاب، ولكن ما صح لي بسبب يعني بتعرف الالتزامات الأكاديمية كعميد بحث مش بسيطة. فالواحد لما بتكون في المركز في مهنة، يعني في وظيفة أكاديمية في الجامعة، بتأخذ كل وقتك، فما بتكتب بالشكل اللي بدك إياه. رغم إنه كنت دائما يعني أصدر مقال أو 2 كل سنة، بالرغم من كل الشغل اللي كنت ملتزم فيه. فهذا الكتاب يعني بدي أحاول أنهيه. مر في عدة مراحل إعادة كتابي مختلفة، لأنه الفكرة اللي كانت عندي في البداية تغيرت في عدة شغلات. وأخذت يعني إذا بتطلع على كتاباتي في الصحف، في المواقع الأخبارية والسياسية مثل الجزيرة ولا بالستاين كرونيكل أو تروث أوت وغيره، مليان. يعني كنت أكتب مقالات كثيرة عن الواقع الفلسطيني، أحللها بمنظور فلسفي أدبي، اللي عمالي بحاول أجمعها وأحطها في كتاب، ولكن بدها شغل، بدها إعادة كتابي. فعمالي بفكر كيف أعيد كتابتها على نفس الأسس اللي بتعكس نظرتي السياسية والثقافية والأدبية اليوم. وبعدين في مشروع تاني يعني بفكر فيه، اللي هو كمان بيتعلق في فلسطين ولكن في العالم العربي. بده شغل كمان أعمق من هيك، اللي هو أوسع راح يكون هذا الكتاب، بس متحمس له كتير وبده شوية شغل. بتمنى إنه ألاقي الوقت اللي أشتغل فيه، أو أحصل على منحة في المستقبل اللي تعطيني 6 شهور أو سنة اللي أقدر يعني أكتب الفصول الأساسية من هذا الكتاب. وإحنا كمان والله بنتمنى يا أستاذ جميل. شكرا أستاذ جميل، في نهاية حلقتنا لليوم الحديث معك يعني لا يمل. الله يخليك. شو بتحب تحكي هيك كلمة أخيرة؟ بصراحة يعني أنا بشكرك جدا على هاي المقابلة. أنا سعيد جدا في التعرف عليك وفي حديثنا. الأسئلة كثير رائعة، وأعطتيني مجال اللي أقدر أحكي فيه عن حياتي كلها وعن مسيرتي العلمية والعملية. يعني أنا مشكور لك كثير، وبتمنى لك التوفيق في البرنامج، وإنه يكبر ويكبر ويكبر ويصير له صدى واسع في العالم العربي. وبتمنى إنه كل الشعوب المضطهدة في العالم تحصل على التحرر. أستاذ جميل، في نهاية حلقتنا أنا بشكرك من كل قلبي. بصراحة الحديث معك لا يمل. شكرا لحضورك وللوقت اللي أعطيتنا إياه. وأنا بدوري كمان بشكر كل المشاهدين، وإن شاء الله حيكون لنا لقاء قريب بضيف جديد وحلقة جديدة من نون كاست أمام الكاميرا.